بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل فيديو جديد. لو كنتي اول مره تشوفيني، يا ريت تدوسي تشتركي في القناه، وتدوسي على زر الجرس، وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك عشان الفيديو يرتفع. ويا ريت اللي هم معايا في الحبايبي اللي معايا في القناه يدوسوا لايك للفيديو عشان الفيديو يرتفع. احنا النهارده هنعمل أكلة سمك. النهارده أنا نفسي هفتني قوي قوي على السمك، مع اني بردانة وعيانة، بس نفسي هفتني فعلا ان احنا ناكله سمك. ف... فنزلت كده وجبت سمك، شوية سمك، شويتهم، وسمكتين تلاتة كده جبتهم في البيت معايا عشان اقليهم. احنا مبنحبش المقلي كتير، بس نفسنا برضو بتهفنا عليه، فجبتهم في البيت اقليهم، لكن التانيين شويتهم في عند الراجل. عملت هنا بقى الرز، حطيت الزيت على النار، وقطعت فيه بصلاية كبيرة يعني، وحطيت فيها معلقة ملح وحبة ملح وحبة فلفل أسمر وحبة سكر. معلقة السكر اللي بحطها دي بتساعدها إنها تغمق، يعني من غير ما تتحرق، يعني تتكرمل بسرعة فتغمق من غير ما توصل إنها تتحرق. وبعد كده حطيت مقدار المية طبعا، وبعد كده حطيت مقدار المية في الرز اللي على المصري بيبقى هو مقدار الرز. وحطيت برضو مقدار الملح زي مقدار الرز، كوباية بحط معلقة، نص كوباية بحط نص معلقة، في اللي هي معلقة الشاي الصغيرة. وبعدين لما غليت حطيت الرز على النار، وكده عملنا الرز الصيادية. وبعد كده عملت طبعا السلطة دي أنا بحب جدا السلطة بتاعت الجرجير دي المصري البلدي دي، مع السمك المشوي بالذات. بحب أعملها قوي بالجرجير والبصل وفلفل وليمون، ملح وفلفل أسمر، ونقلبهم كده مع بعض. ولازم البصل طبعا، ونحط ملح وشوية ملح وفلفل أسمر وليمون، أهم حاجة ليمون، ما يبقاش خل. وقلبتهم كويس عشان ياخدوا مع بعض كده الطعم. وحطيناهم في الفريزر، في التلاجة، عشان خاطر عبال ما نخلص يكونوا ايه، يعني شربوا من بعض من الملح والفلفل الأسمر والليمون وكده، ونزلوا ميتهم. المية دي بتبقى في منتهى الجمال طبعا. بعد كده عملت لابني سلطة خس، لأنه هو ما بيحبش الجرجير. فعملت له سلطة الخس اللي هي بنجيب الكابوتشي، بنقطعه طبعا بعد ما نغسله ونرقده في مية وخل. بنغسله كويس، وبعد كده بنقطعه في الطبق كده، ونقطع عليه الطماطم، ونقطع عليها، يعني نقطع عليها طماطمتين أو حاجة، ونحط بقى شوية خل، شوية زيت، وشوية ملح وفلفل أسمر، ونقلبهم كويس وندوق. طبعا لو انت بتحبي الحاجه الحادقه او بتبقى الحاميه وبتبقى جميله جدا، تحطي شويه شطه، بيبقى طعمه في منتهى الروعه. ونقلب وندوق. احتاجنا خل اوكي، بنحط ملح، بنحط نظبطها بقى حسب ايه، ما احنا عايزين يعني. وبعد كده برضو حطيتها في التلاجة، لان السلطة بتبقى حلوة لما تتحط شوية، بتشرب مع بعضها كده وبتنزل العصارة بتاعتها، الصوص بتاعها ده، المية دي بتبقى في منتهى الروعة. حطيناها بقى كده بعد كده في التلاجة هي كمان. ومسكت السمكتين اللي انا كنت جايباهم دول، قليتهم في الزيت، بحط دقيق، بحط معاه معلقة نشا. ممكن نحط معاه بهارات سمك، بس انا ما كانش يعني ما كنتش افتكرت، فما حطيتش بهارات السمك مع الدقيق. وبعمله انا ما بحبوش بالخل والثوم صراحه، عشان بيوجعني معدتي قوي. بحبه بالصلصة بس لما يبقى العيال اللي بتاكل معايا كده، ما باكل لوحدي ما بفكرش في حكاية الصلصة دي يعني. فبعد كده عملته، قليته طبعا على النار، وانا بحط اللي هي الليمون ده عشان قشر الليمون طبعا، عشان ريحة القلي بتحطيه مع الزيت ما بيطلعش بقى ريحة. السمك في البيت وبتبقى ما فيش ريحة تقريبا في القلي. وطبعا الرز استوى، كنت بقلبه واشوفه ايه الاخبار. وبعد كده بنعمل بقى للسمك، عشان ما فيش خل وثوم ولا صلصة، فبنعمل له خلطة كده اللي هي كمون وبهارات سمك وشوية ملح. وطبعا لو برضو بتحب السبايسي بيبقى معاه كمان شوية شطة، بيبقى حلو قوي قوي. وبنقلبه كويس، اللي هو الخلطة اللي احنا عملناها دي، شوية خلطة البهارات دي. ولما السمك بيتقلى بيطلع وهو سخن، بيترش عليه من بره، وبيتفتح كمان يترش من جوه
بطنه من جوه بتبقى حلوة قوي، بيبقى طعمه جميل جدا، بيغنيكي عن الثوم وعن كله. وبيبقى أكلة حلوة يعني، بيبقى خفيف بدل الخل وكده. أنا الأيام دي معدتي وجعاني جدا، كلت حاجة حامية فتعبت لي معدتي، فمش قادرة أكل خل ولا حاجات من دي، فحبيت إن أنا أعمله بالطريقة دي. بقى سهل وحلو، وبيبقى ريحته حلوة قوي قوي. بهارات السمك دي أنا مبستغناش عنها خالص، بتبقى جميلة جدا. ودول السمك أنا بحب الحجم ده من السمك يعني، متبصلهوش بحب الحجم ده قوي قوي في القلي أو في الشوي أو أي حاجة، حاجة من الكف ده. فبجيب لهم هما الكبير، وبجيب لي أنا الحجم بتاع الكف ده، شوي أو قلي. وبعدين بعمل جنبهم حاجة نشربها يعني. عملت عصير ليمون بالنعناع بس، وانا بحط النعناع مش عارفه ما استورتش ليه. احنا بنعصر الليمون وبعد كده بنقطع فروع النعناع، نغسلها ونحطها مع الخلاط، مع الليمون في الخلاط، ونضربها كويس جدا، ونحط سكر حسب الرغبه، ونصفيها بالمصفى دي، بتبقى في منتهى الجمال، ساقعه بتبقى حلوه قوي. وده الاكل بتاعنا النهارده. والشويه كان عند الراجل، وانا عملت القلي والسلطه والرز والعصير الجميل ده المنعش جدا في الصيف. وبالهنا والشفا، يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.